في موقف كده لما تعدي جنب عربية غالية جدا تلاقي واحد صاحبك يقولك أنا مش عايز حاجة في الدنيا غير الكاوتش بتاعها بس. الكلام ده غلط جدا طبعا، لازم تحلم وتحلم لبعيد قوي كمان حتى لو مفيش علامات دلوقتي. وفي شخص واحد حقق حلمه وكسر الدنيا على اليوتيوب، شاف وساق كل العربيات اللي ممكن تتخيلها، وليه ستايل مميز جدا وانت عارفه باللون البنفسجي لعربياته. رحلة صعود خرافية من مشرد عايش في عربيته لمالك كوليكشن فيه أكتر من 10 سوبر كارز. فتعال ندخل عالم الأحلام، عالم سترادمان. The fastest production car in the world in 2005. Ladies and gentlemen, check it out. النجاح على اليوتيوب بالشكل ده صعب جدا طبعا، خصوصا في أمريكا اللي المنافسة فيها عالية جدا، محتاج وقت ومجهود كبير جدا واستمرارية ملهاش آخر، وده اللي سترادمان عمله. فخلينا في البداية نقول إن اسمه جيمس، ولكن لقبه سترادمان ده جاي من حبه العربية من فيراري موديل قديم شوية من 2004 اسمه تشالنج سترادالي، كانت عربية سباق كده. المهم ان هو بدأ عرض فيديوهات ليه بيصور العربيات اللي حواليه، اي عربية يشوفها بيصورها فيديو قصير ما يعديش ال3 دقايق. ما كانش فيه هدف ولا كان فيه يوتيوبرز عربيات مشهورين اصلا وقتها، الكلام ده كان في 2012 من 10 سنين تقريبا. فاول فيديو ليه على القناة كان سايق فيراري دينو، مجرد تصوير، لا بيتكلم ولا بيقول مواصفات ولا هيعمل ايه، وما كانش بيطلع بوشه لسه حتى. بعدها بكذا شهر عمل مراجعة لنسخة قديمة من لوتس إليز، وقال انه اشتراها من موقع كريجليست، موقع حاجات مستعملة مشهور جدا في امريكا. اشترى العربية دي بسعر رخيص وبدأ يلف الولاية بتاعته كلها يصور عربيات سوبر كارز، وحقيقي نقلة كبيرة جدا في طريقة كلامه. شوف اول فيديو واخر فيديو هتحسه شخص تاني تماما. الفكرة انه مش الوحيد اللي بيصور الكلام ده، وحتى لو بيصور عربيات خارقة مش كل يوم هتشوفها. هو في البداية ما كانش عنده خطة اصلا للقناة، كان بينزل الفيديوهات على اليوتيوب زي ما تكون ألبوم ليه وتجميعة، هو كده بيصور الحاجات دي تعتبر هوايته. فبدل ما يسيبهم على الموبايل او الكمبيوتر بتاعه كان بيرفع الفيديوهات دي على اليوتيوب. لسه ما فيش فلوجز والكلام ده الفيديوهات اخرها 3 دقايق زي ما بقولك، لكن المحتوى اتوجه لشخصه شوية وبقى هو جزء من الفيديوهات بعد 2 سنين من التصوير. فلوتس كانت تجربة اولى ليه في عالم الفلوجز، لكن ما كانش ليه جمهور كبير وقتها، اقل من 40,000 واحد على قناته. وعلى الجانب التاني الاساسي من حياته، الراجل ده اتخرج كمحاسب واشتغل في شركة وسابها لما عرف انه بيقبض اقل من الباقي مع انه كان بيشتغل اكتر كمان. فساب الشغل واخد عربيته، وبعد شهور كتير كعاطل اخد عربية ابوه الاودي تي وطلع على بلد السوبر كارز هناك، طلع على بيفرلي هيلز في كاليفورنيا. وبما انه مش شغال اصلا ومعوش فلوس يدفع حتى تأجير البيت، فبيقرر يعيش في العربية لحد ما تتحل بقى. حسابه في البنك كان هو $1000 بس. اليوتيوب مش بيجيب فلوس ابدا ليه لسه في الوقت ده، لكن فضل يصور كل يوم لمدة شهرين. فضل قاعد شهرين عايش في العربية لحد ما حصلت اول ازمة، وجه يدور العربية علشان يطلع ما دارتش منه. كانت ساعتها عايزة مضخة بنزين جديدة وسعرها كان $1200 بالتركيب، اغلى من حسابه كله في البنك. وهنا فضل في مكانه حوالي اسبوع لحد ما لقى مضخة مستعملة طلبها وركبها هو. في اللحظة دي كان بيصور حياته كلها، حاجة كده زي رياليتي تي في شو. ليه فيديو جميل جدا وهو بيصور سالموندرين راكب عربية بجاني والناس كلها حواليه، ما يعرفش ان بعد سنين كتير هو هيبقى في مكانه تقريبا. ده حتى كان بياخد الواي فاي مجاني بتاع ماكدونالدز عشان يرفع فيديوهاته. ولكن بعد مدة من عدم الشغل بيلاقي واحد صاحبه بيعرض عليه شغلانة محاسب في شركة بمرتب اقل حتى من القديم بتاعه، وهنا بيكون مضطر يقبل العرض ده. ولمدة 2 سنين كاملين هيكون عنده هدفين بس، اولا ما يرجعش لنقطة الصفر ابدا دي تاني ومرحلة انه يعيش جوه عربية، وتاني حاجة انه لازم العربيات يوما ما تكون هي كل حياته وتكون شغله وهوايته وحلمه كله. كان نفسه ان كل حاجة حواليه تكون لها علاقة بعالم العربيات. فكبداية بيحوش كل مرتبه بعد ما بيدفع مصاريفه. طلع مرة قال انه لا لبس ولا ساعات ولا حفلات ولا اي حاجة ممكن بيصرف فيها او بتلفت نظره غير العربيات. وهنا صور اكتر من 150 فيديو على القناة، معظمهم كانت متوسط المشاهدات فيهم 30,000 فيو. لكن في مرة في فيديو عنده انتشر جامد جدا جاب ليه كذا $1000، وهو كان فيديو لحدث رالي جامبول في ميامي في فلوريدا. عمل تغطية لكل العربيات وكان وراهم في كل حتة. واول فيديو بقى يجيب له 1,000,000 مشاهدة كان تصوير لعربيات بوجاتي فيرون بتحاول تجيب سرعتها القصوى، وفي نسخة فعلا جابت سرعة 395 كيلو في الساعة. وفاكر بقى تجربة امتلاك عربية سبورت اوروبي اللي هي اللوتس إليز، كانت قناته كبرت شوية بسبب فيديوهاته عن الموديل ده، وده اللي بيخليه ياخد قرار مصيري انه هيشتري سوبر كار تكون هي محتوى الفيديوهات الجديد. الخيارات كانت ما بين فيراري 360، اودي R8، والعربية الثالثة هي لامبورجيني جالاردو.
الموضوع فيه مخاطرة كبيرة جدا انه يحط كل ما يملك حرفيا علشان يشتري العربية دي. تخيل لو اتخبط مثلا او حصل حادثة هيكون ايه الموقف دلوقتي. لكن بعيدا عن كل المخاوف، سترادمان اشترى الجلاردو فعلا. كانت موديل 2006 10 سلندر ايطالي بقوة 500 حصان. وهنا بتبدأ القناة ورحلة الوصول لأول 100,000 مشترك. صور مع العربية دي يجي 50 فيديو، كانت يوميات سترادمان مع الجلاردو البرتقاني. وعمل فيديو عنوانه كان قوي جدا جدا، كان محتواه انه ازاي اشترى لامبورجيني جلاردو وهو عنده 26 سنة بس. ونص الفيديو عمال يقول انه مكسبش اللوتري او اليانصيب زي ما كتير فاكرين. فاول شغل ليه في عالم العربيات بيشتري عربيات يظبط حالتها ويبيعها بسعر اعلى شوية، بيسموها كار فليبنج. وكمان فضل شغال محاسب في شركة اعمال بناء، هو اللي ماسك الامور المالية للشركة. والفكرة هنا انه ما اشتراش العربية اللامبورجيني دي كاش. اللامبورجيني سعرها 100,000 دولار، هو قسط العربية مع البنك، مع انه هو معاه المبلغ، لانه شاف ان تطوير معدات القناة والسفر للتصوير يعتبر استثمار مهم زي اللامبورجيني دي بالظبط. لان هنا اليوتيوب كان هو مصدر دخله الثالث، الاوقات كان بيجيب ارقام كويسة جدا. المهم ان الفيديو ده انفجر مشاهداته، كله عايز يعرف ايه الطريق اللي يوصل لعربية سبورت ايطالي في نص العشرينات. الفيديو جاب 5 مليون مشاهدة، مع ان المشتركين زي ما قلت لك حوالي 30,000 واحد بس. ومن بعد الفيديو ده الراجل حس انه هيكون يوتيوبر عربيات امريكي من الاشهر في العالم. والجلاردو دي بعد مدة بيقرر يغير لونها، واخد بقى ساعتها رأي ناس كتير في الشارع وعلى الانستجرام بتاعه. ومن هنا بيجي اللون المشهور جدا بيه سترادمان، اللون البنفسجي او الموف ده. ومفيش سبب معين لاختيار اللون ده غير انه ملفت اكتر من البرتقاني. ومن بعدها بيركب صندوق زي مساحة تخزين فوق سقف العربية، وبعدها بيغير الرابنج ولون او شكل الجلاردو للمرة التانية بنمط الحربي. ممكن نكون طولنا شوية في الكلام عن الجلاردو دي، انت عارف طبعا انه عنده عربيات اقوى من كده بكتير. الفكرة ان هي دي كانت البداية، هي اللي من غيرها كان مستحيل يصعد بالشكل السريع جدا ده. وهو نفسه قال كذا مرة ان ده احسن قرار خده في حياته لما اشترى العربية دي. وقال ان اختيار عربية من لامبورجيني كان شايفه اقوى حاجة ممكن ينفذها لقناته، لان اللامبو ملفتة جدا في الصور وعناوين الفيديوهات. النسخة دي لحد النهاردة هي الكفر بتاعت القناة بتاعته. وبعدها بدأ يبقى فعلا مشهور، سافر بلاد كتير يصور العربيات المبهرة اللي هناك. وجاله فترة كان بينزل فيديو كل يوم، ودي اصعب حاجة ممكن تتعمل على اليوتيوب. ممكن تشوف انه محظوظ اصلا، لان في تجمعات لنسخ خارقة مفتوحة للناس العادية هناك في امريكا. للاسف حاجة زي دي مش بتحصل هنا، لكن حقيقي هو مجتهد جدا جدا. سافر مرة اليابان وعمل جولة صور فيها نسخ مبهرة. الفيديوهات دي كأنك معاه بالظبط في عالم الاندر جراوند للسوبر سبورت في اليابان. نيجي بقى لتاني عربية هو اشتراها، لكن ما صورش بيها فيديوهات كتير، كانت موديل الرانجلر من جيب. محتوى الاوف رود ما كانش احسن حاجة بتنتشر معاه وما كملش فيها كتير. السوبر كارز كانوا استثمار بالنسبة له في القناة، فبنشوف دخول تاني للاودي R8، واشترى العربية بالكاش بقى المرة دي. والموضوع بقى عامل زي لعبة، كل عربية بتدخل المجموعة بيتصور بها عدد كبير من الفيديوهات تعجب المشاهدين، وفي نفس الوقت بتجيب أضعاف ثمنها تقريبا. بدأ بعربيتين بمحركات V10 فضلوا هما المحتوى الأساسي لمدة كبيرة جدا على القناة. وبعدها بيشتري ماكلارين 570S، حاجة انتري ليفل ماكلارين كده، لكن تصميمها ملفت جدا. وكالعادة العربية اتغير لونها وبقت باللون الأزرق، وتعدل عليها بشكل كبير جدا، كسرت ال 800 حصان. في الفترة دي كان وصل بقى للمليون سبسكرايبر. هنا القناة بقت كفاية بالرعاية والإعلانات لتمويل كوليكشن كبير من السوبر كارز، وده اللي خلاه يشتري لامبورجيني افنتادور ب 200,000 دولار. الفي 12 خلاص وصل، كل خطوة بعد كده هتكون أقوى من اللي قبلها، لأن كل مدة الجراج كان بيكبر أكتر، وبدأ تظهر ملامح الفيديوهات بتاعت دلوقتي. الراجل ده لو أنت متابعه من زمان هتحسه واحد صاحبك أصلا. وأنا فاكر الفيديو اللي هو عمله كجزء من تقديمه طلب لشراء الفورد جي تي، وبيقول هو مين وليه مرشح لشراء الموديل ده، لأن زي ما أنت عارف الفورد جي تي مش أي حد بيمتلكها. وفي عربيات كانت بتظهر في الكوليكشن بتاعه لكنها كانت عربيات أصحابه، منهم مثلا السوبرا الجديدة والفورد جي تي 350، لكن عادي بيطلع يقول إن دي مش عربياته. النسخ اللي بيمتلكها معروفين جدا، ويمكن ده أكتر يوتيوبر عنده شفافية ممكن تتابعه أصلا. وعلشان مش هنعرف نعد كل العربيات اللي ظهرت في الجراج عنده، هنعدي الوقت ونروح لمرحلة بعد سنتين مثلا، لأن في فترة كورونا سنة 2020 الراجل ده بقى متخصص في إنه يعمل فيديوهات على الأقل تجيب مليون مشاهدة. عبقري فعلا في اختيار مواضيع لفيديوهاته، وعنده حماس مش بينتهي من أول الفيديو لحد النهاية، بيخليك لازم تعرف إيه اللي هيحصل. فالتعديلات الملفتة سواء ميكانيكا أو شكل كان بيعملها كل أسبوع.
وفاكر الجلاردو الاولى اللي قعدنا نتكلم عليها شويه، حط عليها توين تيربو وجابت قوه اكتر من 1000 حصان، وغير مجموعه عربياته كلها باللون البنفسجي. جاب فيراري نسخه سباقات رخصها وعدل البادي بقت قويه وغريبه جدا في الشارع. وكل شهر بيعمل جراج ابديت يعرض فيه اسطول عربياته السوبر. في سنه 2020 القناه بتعمل حوالي 2 مليون دولار، رقم ضخم جدا يقدر بيه يشتري اي نسخه هو بيحلم بيها. وده فعلا اللي حصل، لان لو معاك فرصه انك تشتري عربيه واحده بس غاليه جدا غالبا هتكون بوجاتي. وهنا اشترى بوجاتي فيرون موديل 2008. وطبعا انت عارف ان ارقام العربيه دي عاليه جدا جدا. اشتراها ب 900 الف دولار كارخص نسخه ممكن من بوجاتي. النسخه دي كانت مرحله جديده في القناه، مستوى الهايبر كار. اول مرحله كانت الجلاردو، تاني مرحله كانت المجموعه الكبيره باللون البنفسجي المشهور ليه، والتالتة كانت اسرع عربيه انتاجيه في العالم في وقتها من بوجاتي. الجميل جدا والملهم حقيقي ان النسخه دي بتكون هي اللي صورها من 5 سنين في ميامي. فاكر العربيات البوجاتي اللي كانت بتجيب توب سبيد اللي هو كان بيصورها؟ دي اللي كانت في الفيديو. والنسخة دي صور بيها فيديو مع عربية SSC تواترا السوبر كار الامريكاني اللي كسرت كل ارقام السرعة القصوى. عمل فيديو دراج ريس معاها بالفيرون، والفيديو انتشر جدا في كل حتة، يعتبر هو من اهم اسباب شهرة التواترا دي جدا جدا. وبعد ما عدل البوجاتي دي في كل حاجة تقريبا من لونها والاكزوست وحاجات تانية، قرر يبني عربية تانية تكون قاتلة البوجاتي. وهنا بقى هنشوف بداية ظهور النيسان GTR على قناة سترادمان. اشترى موديل الار 35 وفضل يعدله بشكل مبالغ فيه جدا، وكان مسميه باج كيلر. باج دي رمز للبوجاتي بتاعته. ليه فيديو جميل جدا مع الGTR دي بيسابق طيارة هليكوبتر في الصحراء. فخلاص وصل للنجومية في اليوتيوب والافكار ملهاش حدود. وحاليا ده سترادمان بقى اللي انت ممكن تكون تعرفه. غير لون عربيته اللامبورجيني الافنتاتور للون البينك، حاجة زي اللي كان بيشوفها في سفريات طوكيو زمان كده. القناة تعتبر فيها كل حاجة من عالم السوبر كارز، مشاريع قوية جدا بتعديلات مبالغ فيها، تجربة لعربيات هايبر كارز بال1000 وال2000 حصان، مقابلات مع أشهر اليوتيوبرز، حوادث وخروج عن السيطرة أوقات كمان، وصرف ضخم جدا على انتاج الفيديوهات بتاعته. والموضوع ليه ميزانية كبيرة. القناة في سنة 2020 زي ما قلت لك جابت 2 مليون دولار، وحاليا الرقم ده ضاعف على الاقل. قناة سترادمان عليها 4 مليون سبسكرايبر ومليار مشاهدة، وكل فيديو بينزله بيوصل لمليون في 3-4 ايام. ولما بيجي يتسأل دلوقتي عن ايه حلمه حاليا، بيقول انه يبني بيت ويصمم مدرج جنبه يجري فيه بالعربيات مع اصحابه، ويكون كمان فيه مهبط طيارات هليكوبتر وجراج تعديل ضخم. فكفايه كده اعتقد. الراجل ده ممكن يعقدك، بس دايما افتكر انه بدأ من الصفر تماما. بس كده اكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر عربية في مجموعته عجبتك. سلام.